السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ريال مدريد يخسر أمام فيريال بهدفين مقابل 3 أهداف بالبرنابيو بعد انتصاره على برشلونة بالكاب نو ب4 أهداف بدون مقابل، وبعد انتصاره على بلد الوليد ب6 أهداف بدون مقابل. تحس مشجع الريال يعني مجبور انه يمر بهاي المراحل، لانه في عنده مباراة دوري ابطال بعد كم يوم امام تشيلسي بالبرنابيو مرة اخرى، وهذا السيناريو تعودنا عليه امام الريال، انه انت الريال يعني يخسر بالدوري يرجع يتحول بدوري ابطال الى سوبرمان وينتصر بدوري ابطال، هذا امر تعودنا عليه. بس الريال اليوم مباراة الدوري الصراحة انشيلوتي داخل ما بده انتصار، الفريق اللي بده انتصار او المدرب اللي يبحث عن انتصار يدخل بتشكيلة امن له الانتصار اقلها بشوط واحد، ثم يخرج هاي التشكيلة ويريحها لمباراة دوري الابطال. اما انك تفوت بتشكيلة احتياطية كاملة تقريبا، ما عدا طبعا الخط الهجومي اللي هو بنزيما رودريجو فينيسيوس، وبنزيما طبعا واضح الهدف حتى لما خرج، واضح انه لسه بده يلعب والهدف انه بده يسيطر على صدارة الهدافين. طيب تدخل بتشكيلة خلينا نقول مثل ما حكينا شبه احتياطي يعني وتشكيلة ترقيع، يعني الناس شو طول عمره يلعب بالدفاع يعني بمركز الدفاع، تحطه يسار مع وجود ألابا بمركز الدفاع، يعني خلي ألابا على اليسار بما انه رجله يسار وحط ناتشو مكانه الصحيح امام كورتوا. ما عمل هاي الحركة انشيلوتي اليوم على الخط على الجهة اليمين لعب لوكاس فاسكيز، وواضح عليه سوء لوكاس فاسكيز من بداية المباراة، ومع شيء ما فكر يغيره ولا فكر يعمل حركة بهذا المكان. على مستوى خط الوسط في تشاوميني وسيبايوس، والاثنين ما لعبوا مع بعض من زمان كثير يعني، وحتى لما لعبوا مع بعض كان معهم واحد ثالث، اليوم لوحدهم كانوا بخط الوسط، ومن امامهم رودريجو وفينيسيوس واسينسيو، وكان برأس الحربة الوحيد بنزيما هذا اليوم. هاي الخطة اللي بدأ بها أنشيلوتي كانت هي نفس خطة بلد الوليد واللي انتصر بها ب6 أهداف دون مقابل، علها تفلح اليوم. نعم اشتغلت كثير، كان في ضغط كثير على مستوى خط الهجوم، كان في صراحة فرص كثيرة، بس هاي الفرص ما ترجمت كلها الأهداف، هدفين فقط واحد منهم اجى بطريقة عكسية على فيريال، ويحسب لفيريال صراحة القوة اليوم والجرينت اللي عنده والإصرار اللي عنده، وهذا اللاعب النيجيري هذا اللي دوخ ريال مدريد اليوم ودوخ الجماهير ودوخ الدنيا، وراح يصير عليه حكي كثير بالصيف القادم أكيد، ومبالغ تقارب ال100 مليون يورو. بالمجمل ريال مدريد خسر 3 نقاط أخرى، ولو انتصر برشلونة يوم الاثنين مباراته راح يكون فارق 15 نقطة قبل 9 جولات من نهاية الليغا، يعني برشلونة ممكن يحسم اللقب بعد أسبوع أو أسبوعين، وممكن الريال يخرج من دوري أبطال وبالتالي موسم صفري ما عدا الكأس. يحسب مثل ما حكينا لفيريال القوة اللي عنده، يحسب على أنشيلوتي على أنه ما دخل التشكيلة اللي كان لازم يفوز بيها، دخل تشكيلة ترقيع بعد ما شاف حاله خسران ومش قادر يفوز او كان متعادل، بلش يرجع يرقع من جديد، دخل ناس اساسيين مثل مودريتش بلكي يصير شيء، وكان هذا الموضوع جدا متاخر وما كان الريال قادر على انه يحسم المباراة ويرجع بريمونتادا. اليوم فيريال عمل ريمونتادا على ريال مدريد وبالبرنابيو، ومرتين مش مرة واحدة، اول مرة لما كان خسران بهدف رجع بهدف، ولما كان خسران بهدفين رجع بهدف اخر وصارت نتيجة تعادل ورجع انتصر. يعني الفياريال ما استسلم، وعادة الفرق تستسلم امام ريال مدريد لما ريال مدريد يبادر بالتسجيل عليها. اليوم الفياريال كان قوي، كان عنده شخصية قوية جدا جدا جدا، ولازم يتعلموا منها بقية فرق اوروبا صراحة، خصوصا بدوري الابطال. بقية الفرق تستسلم امام ريال لما ريال يتقدم عليها خصوصا بملعبه. اليوم فياريال اثبت انه لا حبيب، في فرق اخرى، في شيء اسمه فياريال، في نوادي، في لاعبين بدها تلعب بدها تفوز، ولو كان ريال مدريد ولو كان هو ملك الرومونتادا احنا في نفوز على ريال مدريد وبارض ملعبه وبين جماهيره وبرومونتادا بطريقه ريال مدريد المعتاده. ينتظرنا دوري ابطال الثلاثاء والاربعاء القادم، تنتظرنا مباريات قويه جدا جدا جدا. اذا وصلت لهون لا تنسانا من الاشتراك والدعم، ودمتم بخير وصحه وعافيه، والى اللقاء.